السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا. ان شاء الله النهارده هعمل الكرواسون. الكرواسون من المخبوزات الفرنساوي. تاريخ الكرواسون عشان انا يعني بحكم الدراسة. الكرواسون اتعمل على بعد سقوط الخلافة العثمانية. فالدول الأوروبية احتفلت. ففرنسا عملت الكرواسون ده. كلمة كرواسون معناها هلال، وهو نفس الهلال اللي موجود في علم تركيا لحد دلوقتي، كان موجود برضو في علم الدولة العثمانية. فهم احتفلوا ان هم عملوا الكرواسون ده واكلوه، ان هم يعني اكلوا الخلافة العثمانية. والنمساويين بعد كده طوروا فيه كتير لحد ما وصل للشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. ان شاء الله النهاردة هعمله بطريقة تكون سهلة وبسيطة. واي حد باذن الله يقدر يعملها، لان الكرواسون من المخبوزات اللي كتير قوي ما بتنجحش معاهم في البيت. المقادير هتبقى عبارة عن نص كيلو دقيق قوي، وانا بستخدم النوع ده. مكتوب عليه دقيق فاخر استخراج 72. استخراج 72 ده هو الدقيق القوي اللي انت تشتغلي بيه الكرواسون. لازم تشتغلي بدقيق يكون درجة اولى، مش اي نوع دقيق اللي هو الاستخدام كل الاغراض. ونص كيلو هم هيبقوا 4 كوبايات، 4 بالمج ده 4 كوبايات مج. انا هقيس كل المقادير بالمج ده. وهيبقى معايا نص كوباية سكر، 2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ، كوباية مية دافية. معايا خميرة بيرة قطعة يعني معقولة، ولو ما عندكيش يبقى معلقة كبيرة خميرة فورية. معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة محسن خبز. ممكن تستغني عن المحسن، بس هو بيبقى مفيد، يعني بيخلي الكرواسون بيقعد مثلا كام يوم طري. ومعايا من كوباية ل3/4 كوباية زبدة برضو بدرجة حرارة المطبخ. انا بصراحة بشتغلها يعني بالويم، وان شاء الله لما نشتغل هنشوف هتاخد معانا قد ايه. نحط الخميرة وعليها معلقة سكر من السكر اللي معانا. نحط لها شوية مية دافيين، وبعدين هسيبها تخمر. بالنسبة للحشو هيبقى معايا ممكن نوتيلا لو عندك، بالنسبة يعني لو شوكولاتة. لو ما عندكيش نوتيلا ممكن تستخدمي اي نوع شوكولاتة من اللي هو الشوكولاتات اللي بتبقى يعني اللي هي الناشفة، اللي هي بتبقى باللبن دي برضو بتبقى كويسة. وممكن تستخدمي فراولة، مربى فراولة مثلا او اي نوع مربى، وممكن جبنة. انا هعجن في الميكسر. ممكن انتي تعجنيها على ايدك عادي. دقيق، السكر، الملح، الزبدة، خميرة خميرة صحية هشغل على السرعة الأولى وأزود المية تدريجي. خلصتها، هي أخدت تقريبا كوباية مية، أقل شوية من كوباية المية. هي العجينة بتاعة الكرواسون تبقى عجينة متماسكة. أنا حطيت العجينة في طبق وغطيتها بالبلاستيك الغذائي، وهسيبها في مكان دافي علشان تخمر ويتضاعف حجمها. العجينة اختمر معايا. هنزل الهواء، خرج كل الهواء اللي من العجينة. وعلى فكرة ممكن تستبدلي المية اللي انا استخدمتها في العجين، ممكن تستبدليها بلبن عشان تعلي القيمة الغذائية بتاعتها لو عندك اطفال. نخرج كل الغاز منها عشان يديها فرصة ان هي ان شاء الله تخمر تاني. هغطيها تاني وهدخلها التلاجة لحد ما تختمر تاني، يعني على حسب ساعة او ساعتين. انا العجينة اختمرت في التلاجة، وانا هنخرج منها الغاز تاني.
عجينة الكرواسون من المعجونات، انواع العجين اللي بتبقى قوية جدا وبتبقى محتاجة مجهود، وبتبقى محتاجة من شروط نجاح الكرواسون يعني حاجات كتير. منها ان لازم تكوني بتشتغلي في درجة حرارة باردة جدا. يعني هو الكرواسون لازم تشتغليه دايما في الشتاء، ولو هتشتغلي في الصيف يبقى لازم تشتغلي في تكييف. يعني تحاولي مثلا تحطي مثلا ترابيزه في الاوضه اللي فيها التكييف وتشتغلي على درجه حراره 20. غير كده ما تشتغليش الكرواسون لانه هيفشل، لان هو بيبقى جواه زبده وكده، والزبده بتسيح على الترابيزه وبتبوظ. انا بعد ما طلعت الغاز كده، واحنا بنشتغل هبقى اتكلم عن الاسباب اللي تخلي الكرواسون يطلع ناجح، والاسباب اللي بتخلي الكرواسون يطلع فاشل. لان انا عملت الكرواسون باكتر من طريقه قبل كده وطلع يعني فشل معايا، وان شاء الله هقول لكم ايه اسباب الفشل عشان ما حدش يعملها باذن الله. انا عملتها بالبلاستيك وهدخلها الفريزر لمده نص ساعه. الفريزر مش التلاجة. تمام. انا طلعت العجينه من الفريزر قعدت نص ساعه. هرش دقيق خفيفه على الكاونتر. ما تبقيش تكتري من الدقيق علشان خاطر العجينه ما تشربش دقيق كتير وتنشف معاكي، يا دوب بس كده. هنفردها بالمردنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول تضغطي عليها كده لان هي بتبقى طبعا كم مره، يعني احنا سايبينها شوف في التلاجة والفريزر بقالها كتير، علشان خاطر العجينه بتبقى محتاجه درجه حراره بارده. عشان كده قلت ان احنا لازم الكرواسون لازم نشتغل في درجة حرارة منخفضة، دي من اسباب نجاح الكرواسون. غير كده كمان نوع الدقيق، سبق وقلت لازم الدقيق يكون دقيق قوي، يعني دقيق المخبوزات درجة اولى او استخراج 72. حاجة كمان لازم تتأكدي من نوع الخميرة اللي انت بتستخدميها. انا هفردها على منظر مستطيل. تمام. وهفردها يكون الطول ده في العرض 3 مرات. هي العجينه شويه بتبقى قويه، فانتي يعني ما تمليش، وشويه شويه طبعا مع الفرد بتتفرد معاكي. انا فردت العجينه زي ما احنا شايفين الطول 3 اضعاف العرض، وبسمك يمكن 3 ملي. هعمل تاني حاجه هعملها دلوقتي، هجيب الزبده. في طريقتين ان انت تحطي بيهم الزبده. الطريقه دي اللي انا هعمل بيها دلوقتي دي بتحطي بيها اقل نسبه زبده. انا بسيح الزبده خالص على النار وتبقى بارده يعني، وادهن بيها. هو مش بكتر الزبده على فكره، اهم حاجه بس يدي ريحه حلوه وطعم كويس. احنا هنحط لحد تلتين العجين، عشان كمان منلاقيهاش مكلكعه او باينه في العجين بعد ما نطبقها وندخلها التلاجة. دلوقتي احنا حطينا في التلتين، التلت ده مش هنحط فيه. هتجيبي الجزء ده وتحطيه هنا كده اهو، وبعدين نجيب التلت ده نحطه على التلتين. انا غلفت العجينه ببلاستيك الغذائي وهدخلها الفريزر لمده نص ساعه، وهنزلها من الفريزر على التلاجة لمدة ساعة. طلعت العجينة من التلاجة بعد ما قعدت نص ساعة في الفريزر وساعة في التلاجة، وهفردها كمان فردة. دي البنطة التانية، احنا اديناها بنطة قبل كده. هرش دقيق خفيف، وهفردها تاني برضو اللي يبقى الطول 3 اضعاف العرض، بسمك حوالي مثلا 3 ملي او 2 ملي. انا فردت العجينة تاني بنفس المقاس زي المرة اللي فاتت، وهرجع تاني برضو هحط لها الزبدة. الزبدة اللي كانت معايا طبعا هي مسكت شوية بسبب الجو، هنستخدمها برضو. انا اصلا كنت بستخدمها كده في الاول.
هفردها برضو لحد تلتين العجين زي ما عملت المرة اللي قبل دي، وهرجع اقفلها تاني. هناخدها بنطة كمان. تقفيل العجين على بعضه ده اسمه بنطة، وانا باخدها بنطتين اتنين مجوز. المجوز ان انا اقفل ده وبعدين اجيب التلت ده على التلتين. لكن المفرد ان انتي بتجيبي من هنا لحد النص وبتجيبي من الطرف لحد النص، ده المفرد. لو هتعمليها مفرد يبقى هتضطري تاخديها 4 بنط، يعني تفرديها 4 مرات وتدخليها التلاجة والفريزر 4 مرات. فانا بحب بصراحة يعني اختصر الوقت. هقفل العجين، هاخدها بنطة كمان اهو، هاخدها تقفيلة كمان. تحاولي دايما تقفلي على الزبدة، بعدين تاخدي الجزء ده تقفليه على الجزء ده. ايوه. انا هدخل العجين تاني الفريزر نص ساعة، وبعدين هنزله التلاجة لمدة ساعة. انا طلعت العجينة من التلاجة، دي اخر مرة، مش هدخلها التلاجة تاني. وهفردها تاني برضو بنفس السمك 3 ملي ونفس الطول والعرض. بس انا كنت عايزه اقول على حاجه، ان ممكن لو انت عندك المكنه بتاعه المكرونه، ممكن تقدري تفردي بيها، بتبقى اسهل من المردنه، بتبقى سهله. عايزه اقول على حاجه كمان، لما تيجي تقفلي على العجين في المراحل اللي فاتت، لو في اي دقيق تشيليه بالفرشه، لو في اي دقيق زياده وانت بتطبقي تشيليه بالفرشه علشان ما يمنعش ان العجين يقفل على بعضه. انا هفرد العجين تاني. انا فردت العجين كلها اهي بالطول. هجيب العجلة وهشيل الزوايد اللي في الجناب عشان تبقى على شكل مستطيل متساوي. لو ما عندكيش عجلة استخدمي سكينة عادي. والزوايد دي انا مش هرميها، انا بستخدمها برضو. ما ظبطت الجوانب هقطعها بالنص، هاخدها من النص. ممكن تقطعيها تلات اجزاء متساوية. لو تحبي تعمليها صغيرة شوية، انا عايزة اعملها كبيرة. هاجي على اول من هنا وهعملها على شكل مثلثات. هجيب المثلث كده وتشديه من الجنب، من هنا كده، تمام. ومن هنا كمان برضو لقدام كده عشان يديكي يلف معاكي كام لفة. وهجيب الشوكولاتة واحطها في النص، وتشد عليكي دايما وانتي بتلفي كده، تمطي العجينة. ودايما الجزء ده يبقى تحت اهو شكله معانا، علشان ما يفتحش لما يخمر. هعمل ده بالجبنة. يا ريت يعني كل حاجه تكون ساقعه، يعني لو هستخدم المربى حالا تكون ساقعه برضو، عشان لما تيجي تحطيها وانتي بتلفي ما تلاقيهاش تسيح منك، يعني تبقى الحاجه ماسكه نفسها على قد ما تقدري اهو. بالشكل ده كده. لو هتسيبيه كده هيبقى اسمه شتانجل، يعني بيبقى عريض. لو يعني هتعمليه على شكل هلال كده يبقى اسمه كرواسون. انا هحشيها مربى.
مربى فراولة. المربى دي انا عاملاها في البيت، مربى دايت، وان شاء الله هنزل طريقة عمل المربى هحطها برضو في رابط تحت الفيديو ان شاء الله عشان اللي يحب يعملها. المربى شوية بتبقى عشان بتبقى فكة، عشان كده برضو لازم تكون ساقعة. المربى معانا اهي. دي الحروف اللي انا قطعتها من العجينة، مش هرميها، تحطها كلها، قطعيها كده جنب بعض، وانا هحشيها بالجبنة، تبقى حلوة جدا وبتنفش بعد كده. انا مسميها بعكوكة بتاعتي، تبقى حلوة قوي قوي قوي، بتبقى مليانة عجين، لما بتخمر بيبقى شكلها حلو. مش هنرمي حاجة خالص، كله هيبقى كويس تمام اهي. انا حطيت الكرواسون في الصينية وكنت دهنتها زيت، وهسيبه لحد ما يتخمر معانا وبعدين حجمه يتضاعف. الكرواسون اختمر معايا وانا هدهنه بالبيض، وانا مشغله الفرن على 180، ممكن على 200 برضو. هو بيقعد حوالي مثلا بتاع ربع ساعة. ده شكل الكرواسون بعد ما طلع معايا. لما تطلعيه من الفرن حطيه دايما في حله او في اي حاجه واقفلي عليه علشان يبقى طري وما ينشفش. وكنت عايزه اقول حاجه، ان الكرواسون ممكن العجينه بتاعته تحطيها في التلاجة بعد ما تبنطيها خالص. التبنيطه التانية ممكن تحطيها في التلاجة تحت لمده 3 ايام لحد ما تستخدميها. لو عايزه مده اطول من كده تدخليها الفريزر، ممكن تقعد في الفريزر 3 شهور. ده الكرواسون معانا. انا هفتحه علشان خاطر انا اتعودت دايما اهو بالجبنه، هش جدا وطري زي ما احنا شايفين زي العيش. ان شاء الله يا رب يكون الكرواسون عجبكم. ودي البعكوكه اللي انا كنت عملتها، اللي انا لفتها حوالين بعضها، اللي كانت عباره عن البواقي. شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا، وبتبقى لقمه حلوه قوي، خصوصا ان هي بتبقى العيش نفسه فيه نص كوبايه سكر على كمان الجبنه، بتبقى طعمها حلو قوي. ولو عجبكم الكرواسون معانا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه.